أهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده عملته علشان المشكلة دي ممكن تواجهكم أو بتواجه الناس تخصصها أكتر في العمارة والإنتريور ديزاين، وبيكونوا ممكن عايزين يفتحوا فايل ماكس جوه برنامج بلندر. فالفيديو ده هيكون مفيد أوي ليكم. أول حاجة بس همسح كل الحاجات دي، وهاجي من عند كلمة edit، أدوس على كلمة preferences، وهكتب في الجيت extensions. أنا بس البداية بستخدم بلندر 4.5، فهاجي أكتب هنا في السيرش كلمة ماكس وهقول له انستول. بستنى دقيقة كده عقبال ما تتحمل لي، وبعدين باجي عند الادونز بتأكد ان هي اتحملت لي. تمام، هي كده بقت موجودة. هقفل هنا بقى الواجهة دي، وهاجي من فايل هعمل بقى import للفايل اللي عندي، وهاجي تحت خالص ادوس على كلمة اوتوديسك ماكس، وبدوس على الفايل اللي عندي زي ما انتوا شايفين هو اهو بصيغة ماكس. هقول له import، وبتظهر لي بالشكل ده. بعيدا عن شكل العربية المتلخبط خالص ده، يعني أتمنى تكون الفكرة وضحت لكم. لو حسيتوا إن الفيديو مفيد ممكن تبعتوه لحد كمان علشان يستفيد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم فيديوهات تانية كتير. سلام.